كتب نعم أن نتابع هذا الكلاسيكو، واحد من كلاسيكيات الكرة المغربية في كازابلانكا بحسابات لقبية الدوري المغربي. الرجاء مصيره بين يديه لأنه المتصدر برصيد 57 نقطة، لكن العين الثانية على مباراة الوداد والفتح التي ستلعب في نفس توقيت الرجاء الجيش بملعب مولاي الحسن الواق في مواجهة العاصمي الرباطي. الفتح الرباطي يتقدم، التعادل ياتي لفريق الوداد وفي الوقت ذاته الوداد يعادل الكفة، وبالتالي الأمور تنقلب راسا على عقب، الأمور تنقلب راسا على عقب. 1-1 الرجاء يرجع للزعامة حسابيا، الرجاء يرجع للزعامة حسابيا. شوف ردة فعل عمر زهير، والهدف الثاني للوداد، الثاني للوداد، والوداد صار صاحب لقب البطولة الآن. العرضية من متولي والمتابعة من الحفيظي والنهاية رجاوية واللقب رجاوي. هكذا هي الأقدام الرجاوية، تكتب التاريخ وتكتب مجدا جديدا للرجاء الرياضي. تعليق طبعا جواد بدا متعه، اثاره، حماس، وعاد الخلو طبعا الحماس، وكله كان على احسن ما يرام بالنسبه لهذه البطوله. مبروك للمغرب ومبروك للرجاء بهذا الفوز وبهذا اللقب. فتحي هشام، قلت قبيله مبروك للرجاء وتوا قلت مبروك للمغرب، والصحيح مبروك للمغرب. نهايه هيتشكوكيه، نهايه استثنائيه. الناس كل بلاد تتبع بطولتها، ولكن اليوم المغرب كانت محل انظار. نجم نقول لك العديد من العرب من البلدان العربيه، انا شخصيا تابعت بشغف كبير نهايه هيتشكوكيه صح للمغرب، لانه تعرف أنه عديد البطولات منها البطولة التونسية تنتهي مع الذهاب، وبطبيعة الحال التشويق منعدم لأنه الترجي بطل من بعيد جدا. أسفي الوحيد، وأنا من الناس اللي تعشق البطولة المغربية هشام، الحضور الجماهيري الاستثنائي. وتعرف أنت الدربيات وكل جماهير، خسارة الجماهير المغربية لم تحضر هذا العرس. اليوم نقول عرس للكرة المغربية، صح عليهم المغرب، ونقولها ونعودها، صح عليهم أنهم يعيشوا مثل هذه اللحظات. بنة الكرة، متعة كرة القدم، صح للأشقاء المغاربة. بطبيعة تحياتي للرجاء والوداد اللي مكنونا باش نعيشوا مثل هذا الفيلم الهيتشكوكي الرائع، وتحية من جديد للمغاربة.